من الغبن ومن التقصير في حق القرآن أننا لا نقرأه إلا في رمضان، أو نقرأه في يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف. هذا خطأ، هذا خطأ. الأصل أن يكون للمؤمن ورد يومي من كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ فيه. ولعلكم تلاحظون في بعض الجوامع بعض الناس يوفقه الله سبحانه وتعالى عنده مصحف خاص في المسجد كل يوم يقرأ منه، وربما يختم في السنة 10-15 ختمة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فمن عود نفسه وربى نفسه على أن يكون له ورد يومي من القرآن الكريم يقرأ كل يوم، ما استطعت أن تقرأ استمع. لا يأتي يوم من الأيام وأنت لم تقرأ فيه شيء أو لم تسمع فيه شيء. اقرأ، ما لم تقرأ استمع. يصعب عليك القراءة، الاستماع يسهل.